اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك، وشرح جديد معانا في مجال الموسيقى في كورس الموسيقى اللي بنقدمه لكم، وبالتحديد شرح من شروحات اورج الموبايل، اورج الاندرويد، اورج 2024 اخر اصدار نزل من الاورج. والشرح بتاعنا شرح مهم جدا، هو شرح لجزء مهم جدا في الاورج، وهو الجزء اللي انا بقدر اتحكم من خلاله في كل الاصوات اللي خارجه من الاورج، كانت صوت الآلة او كانت صوت الايقاع، وكمان بقدر اسجل من خلاله المقطوعة الموسيقية بتاعتي. بقدر اشتغل على خصائص كتير في الاورج عشان اطلع معزوفة احترافية بجودة عالية. وكمان ده برضو بقدر ان انا اعمل منه الترتيل الاصوات عشان اعدل على اي حاجة في الاورج بمزاج. الجزء ده هو صندوق الموسيقى اللي بيبقى موجود في الاورج. نفتح مع بعض تطبيق الاورج ونشوف الشرح بتاعنا. طبعا الاورج بتاعنا الاصدار اللي بقول لكم عليه لما بشتغل عليه على طول اللي هو فارغ ما فيهوش اي حاجه، فبنضغط على كلمه سيت وبندخل عشان نحمل سيت يكون فيه الاصوات عشان نجرب الشغل بتاعنا. نجيب سيت من هنا، مثلا نجيب سيت شعبي دوت كده. احنا حملنا السيت. اول جزء في صندوق الموسيقى بتاعنا اللي هنتكلم عليه هو الجزء الازرق اللي على اليمين ده، وده بيبقى الاصوات. شايفين الصوت ده؟ نغير الصوت. الصوت اتغير. شايفين في اصوات مختلفة ممكن نجيبها، من الصوت. تاني جزء وهو الايقاعات، بتبقى في المستطيل اللي لونه نبيتي دوت او لونه احمر غامق دوت. بنضغط عليه كده بنلاقي الايقاعات بتاعتنا. طب نشغل الايقاعات ازاي؟ بنضغط هنا كده، نضغط على اي حاجه من اللي مكتوبه قدامنا دي، ده ايقاع مختلف. من هنا بنقدر نطفي الايقاع، ومن هنا بنقدر نشغله. ممكن نغير كده الايقاع ده ونشغل، نطفي تاني من نفس الزرار. وهنا P1 و P2 دي الصفحات اللي موجود فيها الايقاعات. بغير منها كده، كل صفحة من دول بيبقى فيها 8، 1 2 3 4، وقصادهم كمان 4، يبقى كل صفحة فيها 8. يعني أنا ممكن أحط 10 صفحات، كل صفحة في 8 يبقى ب80 إيقاع. وبرضو الأصوات عندي أهي زي ما أنتم شايفين، أدي 4 صفحات معايا، كل صفحة فيها مجموعة من الأصوات بتاعة الآلات. نيجي لكمان حاجة مكتوب عندنا بالأخضر هنا، مكتوب نورمال. نورمال دي اللي انا بستخدمها في ان انا اغير المقامات، بتحكم في المقامات اللي انا عاوزها. ده بالنسبة للعزف الشرقي. بعمل المقامات اللي انا عاوزها، بحددها وبعمل لها سيف وتبقى ثابتة معايا على السيت بتاعي، واستخدمها في العزف بتاعي عشان اقدر اعزف بسرعة. يبقى عندي النقل معايا سريع في ان انا اتنقل من مقام لمقام علشان اعزف براحتي في المقطوعة الموسيقية بتاعتي. عندنا ايه تاني؟ عندنا QT اللي هي المكان اللي انا بشرق منه، زي ما انتم شايفين -50 -100 على حسب الاغنية اللي انا بعزفها. بحدد هشرق ايه، هشرق اي مفتاح واعمله ماينس كام، وبعمل له سيف علشان يطلع زي ما قلنا في المكان ده، في المكان اللي هو نورمال ده. فانا بخش من الكيوتي اشرق هنا المفتاح اللي انا عاوزه واعمل له سيف، الاقيه نزل معايا في المكان ده، فاختار التعديل ده او ده او ده او ده واعزف عليه على طول.
بدل ما انا كل مرة اجي اعزف فيها اعمل ده ماينس 50 واعمل ده ماينس 100 اعمل ده بلس، اعمل كده اللي انا عاوزه، لا، بسيفها وتبقى جاهزة معايا هنا، اضغط عليها ابقى نقلت عليها على طول. تمام. وفي عندي ريكورد، دي اللي انا بسجل من خلالها المقطوعة الموسيقية اللي انا بعزف، تتحفظ عندي على الموبايل واخدها على الكمبيوتر، تبقى متسيفة عندي بجودة عالية. وعندي تاب زي ما انتم شايفين بيفتح لي الحاجات اللي تحت دي بستخدمها في العزف. دي بيبقى فيه منها انترو، وفي منها في منها باد، بستخدم ده كله في العزف وفي الإيقاع. هشرح لكم في الفيديوهات الجاية ازاي بستخدمه عشان خاطر اعمل معزوفة احترافية بشكل احترافي. هنا عندي مود دي بتقدر تقسم لي الكيبورد لاتنين، يعني بيبقى عندي فيه 2 كيبورد زراير للعزف، للناس اللي تقدر تعزف على 2 كيبورد. طبعا في الغالب الكلام ده بيبقى على جهاز التابلت عشان خاطر بيكون 10 بوصة، فبيبقى المساحة كبيرة، فبقدر اعزف على 2 كيبورد مع بعض. لكن على الموبايل على شاشته الصغيرة مش هكون اقدر اعزف عليها. طبعا نسيت اقول لكم في الايقاعات، لما بجيب ايقاع كده اقدر ان انا ارفع وانزل سرعة الايقاع من خلال ان انا بشغل الايقاع وبضغط على تيمبو دي وبلف القرص اللي على اليمين ده بالشكل ده. كده سرعة الايقاع معايا بتزيد وبتقل زي ما انتم شايفين. ده من ناحية زيادة سرعة الايقاع. وكمان من خلال صندوق الموسيقى ممكن ان انا اضيف ايقاع او اضيف صوت. بضغط هنا على الايقاعات زي ما حضراتكم شايفين، عاوز اضيف ايقاع على الايقاعات دي موجودة عندي على الموبايل واضيفه، بضغط على بلس هنا. الاول بجيب الاصوات، مثلا لو عاوز اضيف صوت بضغط على الاصوات هنا، بضغط على بلس اللي بالاسود دي، بيفتح لي مكان على الموبايل زي ما انتم شايفين، بروح اضيف منه اللي انا عاوز. هنا بيفتح لي على البرنامج نفسه، برنامج الاورج. انا مثلا ضايف اصوات هنا اهي، في اصوات زي ما انتم شايفين موجود معايا اهيت، فبضغط هنا يضيف معايا الصوت، ينزل ينضاف يبقى زيادة هنا فوق الاصوات اللي موجودة. ولو عاوز اضيف ايقاع بضغط هنا على الايقاعات زي ما انتم شايفين، هي كمان بلاقي بلس اسود موجودة هنا، بضغط على البلس، بعمل رجوع، بضغط على المكان اللي انا حاطط فيه الايقاعات وادي ايقاع، نضغط كده يضيف الايقاع ينضاف في الاخر زي ما انتم شايفين. من صندوق الموسيقى كمان بقدر اضيف الايقاعات. كده ده شرح مبدئي لصندوق الموسيقى. بعد كده هشرح لكم في الفيديوهات الجاية ازاي استخدم التنقلات والباد والحاجات دي كلها عشان خاطر اطلع بمعزوفة او بعزف احترافي زي الاورج الحقيقي بالظبط. كده الشرح بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعة، ما تنسوش اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق، واعملوا لنا لايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم علشان الكل يستفيد.